السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب متابعين قناة عيد جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الغدا الجامد ده، شوية محشي سلق بقى، شوية محشي كده لوز اللوز مع الفرخة ديت كده، وشوية الشوربة السخنين دمت لزوم بقى القعدات الشتوية والغدا الشتوي والشتا كده والجو البرد اللي احنا شايفينه ده. شوية محشي بقى 10 على 10. شايفين الجمال؟ يلا قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. هنجيب الفرخة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت اهيت. هنجيبها كده نخلص عليها يلا، وبعدين ننضفها ونوضبها كده زي ما انتوا شايفين. هي حاسة بنفسها ان هي هتروح دلوقتي. نضفتها ونقعتها كده، نقعها بالليمون اهوت وطماطمية كده عشان الزفارة، وحطيت شوية ملح. الطماطمية دي يا جماعة بتغني عن أي حاجة، وشوية الملح والليمونة كده يعني 100 100 يعني. أحلى شوية نقع للفرخة. سبتها بقى كده، انا قعدتها اهوت. هاخدها بقى اشطفها وبعدين نعلق عليها. قعدت يجي 3 ساعات كده في النقع يا جماعه. شايفين شكلها عامله ازاي؟ غسلتها كده وشطفتها من اي حاجه فيها وزي الفله كده. معايا بقى الحله بتاعتي اللي هنعمل فيها المحشي او تقليه المحشي. هنحط شويه زيت حلوين ومعلقتين سمنه كده معتبرين. الجو بقى يا جماعه الايام دي عايز محشي، وعايز بقى حاجات من اللي هي الشتويه كده، اللي انتوا زي ما انتوا فاهمين يعني الجو برد قوي اليومين دول، وعايز بقى حاجه تدفي يعني. نزلت بقى كده ببصلتين متقطعين، ورحنا بقى نجيب ايه؟ ورق السلق. فقلت لكم بصور لكم بقى البحر كده بتاعنا وانا بجيب السلق من الغيط. شايفين جمال البحر يا جماعة؟ ده البحر بتاع بلدنا يا جماعة. هو نيل بس احنا بنقول عليه بحر. شايفين المنظر؟ بس جيت بقى اصور وانا بجيب السلق، في حاجة بقى قابلتني معرفتش اجيبها، هوريها لكم دلوقتي. المنظر هنا تحفة تحفة تحفة. وده ملعب خماسي كده جنبنا اهوت. وده الجامع. قعدت اصور كده ايه وانا بجيب السلق اهوت. شايفين الاراضي كده والسكه دي رايحه كده لطنطا، رايحه المنصوره المحله. سكه الكوبري ده يا جماعه المنصوره المحله. هو جيت بقى ادخل اجيب السلق، حلاوه، لقيت ده مقابلني فما عرفتش ادخل. الست بقى اللي جابت لي ورق السلق من جوه، فما ما دخلتش بقى ومصورتهاش. جبت السلق اهوت وجيت جري. وهنضفه كده زي ما انتوا شايفين. هشتل كده العنق بتاعه اهوت. هو مش كبير قوي الورقه، يا دوبك على قد المحشيه، ما هوش كبير كده زي ما انتوا واخدين بالكم. هو لسه صغير. بس احنا كان يعني عايزين ناكل بقى محشي سلق، فهي قالت لها اقطع لك منه. هي بتسيبه لما بيكبر شويه، بس انا قلت لها لا، انا عايزاه دلوقتي مش مشكله عادي، هي الورقه على قد المحشيه يا دوبك. هو بيتباع عندنا بالكيلو. الكيلو وربع ب10 جنيه. اهوت. قطعته كلته اهوت، وهشطفه بقى شطفه حلوه كده عشان اي تراب ولا اي حاجه من الارض يعني. شطفته. والتقليه بتاعتنا اهيت يا جماعه. البصل بيشوح كده، بشوحه بس كده، مش بحمره ولا اي حاجه. وارمي عليه قرن فلفل احمر. القرن ده ولعت ولعه. ولع يعني بمعنى الكلمه، فعشان كده ما فتحتوش قوي. ما قطعتوش يعني، فسيبته كده عشان ايه؟ يبقى الحرقان بتاعه مش قوي يعني. ونزلت بقى بالطماطم. مش بحب الصلصة يا جماعة في الأكل بتاعي، عشان اللي مش بيقول. حتى لو الطماطم مش حمرا، مش ما يشرطش عندي اللون. أنا ما بحبش الصلصة يعني، قلة القلة لو استخدمتها. بحب الحاجة الطبيعية. كده التقلية بتاعتي اتعملت. هنركنها بقى ونعمل ال
نغسل كده السلق بتاعنا، ومعلقه على شويه ميه، وهنزل بالسلق على طول. السلق يا دوبك يشم الميه كده، يشم الميه السخنه بس، الميه السخنه بس كده. بنزله يا دوبك واقوم شايلاه واحطه في ميه بارده على طول عشان يوقف عمليه السلق، لان لو سبته كده على بعضه السخونيه بتاعته هتخليه هيتهري. فانا بشيله بحطه في ميه بارده على طول اهوت. بس انا يعني مش باين عشان انا اللي بصور ماسكه تليفون بايدي، ما حطيتوش على الستاند، فماسكاه بايدي، فمش مش موريه لكم يعني. انا بطلعه احطه في ميه بارده على طول اهوت. وده الباقي بتاعه، هو كل الكميه دي كلها حاططها على مرتين اتنين. وممكن لو الميه كتير في الحله كنت حطيتهم كلهم مره واحده، لان اصلا هو السلق مش يعني زي ما انتم شايفين كده، ساعه ما بينزل ميه ما بيكونش بيضمر على طول، ويعني بيكون الكميه بتاعه بتقل على طول اهوت. احنا غاسلينه كويس جدا 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 قبل ما نعمله. وبعد كده حطيته في الميه الساقعه اهيت، الميه البارده يعني من الحنفيه على طول. والرز بتاعي غسلاه، ونزلت بالتقليه بتاعتي على الرز والخضره. طبعا بحب الخضره كتير قوي في المحشي. وده الملح والبهارات بتاعتي، الكمون والفلفل وبهارات المحشي اهوت. اي بهارات بقى انت بتحبها على المحشي حطيها. انا بحط عندي فلفل اسود وكمون، وفي بهارات اصلا المحشي، وشويه بابريكا كده اهوت. انا عندي البابريكا بتدي لون برضو احمر، بس احسن من الصلصه عندي يعني، مش بحب الصلصه. القرن ده خدته حطيته في ارضيه الحله بقى اللي احنا هنحشي فيها على طول. ما غسلتش الحله يا جماعه، مضع التقليه هحشي على طول مكانها. بهارات المحشي الكمون والفلفل الاسود وشويه بهارات محشي كده مشكلين فيهم، كزبره ناشفه برضو وكمون وحاجات من دي يعني. وحطيت بقى شويه خضره كده في الارضيه بتاعت الحله، وقطعت جزرايه وطماطمتين كده متقطعين برضو في الارضيه، وقرن فلفل تاني اهوت، و... وايه تاني وبصل، وهحط بصل برضو اهوت. بوكيه جرنيه بقى ما اقولكوش. شايفين الجمال؟ وهنحشي بقى كده زي ما انتوا شايفين. الورقه كده، هي الورقه يا دوبك اهيت، الورقه الصغيره محشيه واحده اهو. بس مش هنقطع ولا اي حاجه. لو واحده مثلا ورقه كبيره ولا حاجه اقطعها اتنين وخلاص اهوت. شايفين؟ بشتغل العين اللي هو كده وبحشي على طول بكل سهوله، وما بياخدش وقت ولا اي حاجه كده. بس انا وريت لكم كذا واحده بس كده وانا واقفه، وبعد كده باخد العده بتاعتي دي وبقعد بقى على الارض اخلص المحشي كله مره واحده. ما بياخدش في ايدي والله على طول يعني. المهم ما تخليش الورقه مفتوحه من الجوانب، والرز ما يكونش باين من الجوانب وخلاص اهوت. كده انا خلصت كميه المحشي كلها اهوت. والفرخه متعلق عليها هنا على على النار اهيت. هنا حطيت طماطمايه وشويه وكده كام فص حبهان والبصلايه، ونزلت بالفرخه على طول بعد الميه ما غليت اهيت. هو في مقطع اصلا جاي قبل مقطع يعني، المفروض ان الفرخه ده انا عاملاها من بدري، بس ما اعرفش هي دخلت كده مش عارفه يعني. لان انا اصلا كنت معلقه عليها من بدري عشان هي يعني انا عاملاها قبل المحشي، فجت بعد المحشي ازاي ما اعرفش. بشتل بقى الريم اهوت يا جماعه. اي ريم بشيله من على وش الفرخه. انا اصلا حطيت التليفون وشيلته براحتي كمان، بس انا بوريلكم بس ان انا بشيله لان انا مش مالكه، لاني ماسكه التليفون في ايدي وخايفه لا يقع في الشوربه يبقى تليفون، يبقى الشوربه بالتليفون اهوت. وحط لها شويه فلفل اسود. وهاخد بقى هنا المحشي بتاعي الشوربه فيها ملح يا جماعه، فمش هحط ملح تاني. وهنزل على على المحشي بتاعي كده بالشوربه زي ما انتم شايفين. المحشي عشان يكون مفلفل وحلو ما تزودلوش الشوربه، يعني مش تغرقي الشوربه ويبقى نازل عامل كده بصوص كده. مش عارفه محشي ايه اللي بصوص ده يعني بصراحه. هو المحشي لازم يكون كده مزفلط كده وبيلمع كده وكل محشيه كده لوحدها يعني كده ومفلفل وحلو.
فانا مش بحبه يعني، ما اعرفش بقى ده، الناس كلها كل واحد وله طلبه يعني. انا مش بحب المحشي ميته زياده. اهوت كل ما تقللي في الشوربه بتاعه المحشي بيطلع مفلفل واحسن. يعني الصف الفوقاني ده اساسا ما بيكونش طايله شوربه خالص ولا ميه، اهوت زي ما انتم شايفين كده بس. بس كده، وهعلق عليها اهوت. ده يعني اخر شويه شوربه تقريبا هحطهم يعني. ما حطلوش بقى ملح ولا اي حاجه، هو في الملح بتاعه، الشوربه فيها الملح وانا مظبطه الملح بتاع المحشي. شايفين هو غلي، ووطيت عليه بس وهديت عليه وخلاص. ودي الفرخه بتاعتنا استوت اهيت. هشيلها بقى وبعدين هنحمرها وخلاص. وده بقى كان الغدا بتاعنا يا جماعه النهارده. شويه المحشي بقى الجمال دمت. شايفين المحشي كده استوى اهوت. وشويه الشوربه والفرخه حمرتها في الفرن وخلاص. عشان مش بحب احمر الفرخه على البوتاجاز يا جماعه قليل يعني، عشان بتبقى تطرطش وبتبوظ الدنيا بصراحه. فبدهنها سمنه، حته سمن بلدي كده او حته زبده او حته قشطه لو عندك، بتدخلها الفرن وخلاص. او زيت، اي حاجه انت بتحمري بيها. وده المحشي بتاعنا وجماله وريحته بقى كده ايه، ما اقولكوش جايبه لاخر الشارع اقسم بالله. شايفين مفلفل ازاي؟ مفيش كده حبايه ماسكه في اختها. وبالف هنا وبالف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.